السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مع أم جنات. الوصفة ديال اليوم غادي نحضر معكم كعب غزال بأسرار النجاح ديالو، يعني بطريقة سهلة وبسيطة خصوصا المبتدئات. غادي نشرح لكم يعني الأسرار ديال النجاح ديالو. كنتمنى إن شاء الله تعجبكم الوصفة ديال هذا النهار. وكما كتشوفوا القوام ديالو كيجي رطب وكيجي رائع ولذيذ. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديال هذا النهار. ما تنساوش ديروا لي لايك الفيديو الى عجبكم، واللي ما مشتركش في القناه يدير لي اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد القناه ديالي. غادي نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غادي ندوز نصاوب معكم الحشوه. كنحتاج نصف كيلو من اللوز اللي فسختو في الليل، ويعني حيدت له القشور وخليته كينشف ليله كامله. ضروري بهذه المرحله كنخليو اللوز ينشف. كنحتاج 200 غرام من سكر كلاصي، سكر يعني مطحون. عندي ملعقه صغيره ديال القرفه، ملعقه ديال الزبده، وملعقه ديال العسل. وغادي نحتاج ماء الزهر، مهم يعني ماء الزهر داك الممتاز ديال العمري. صافي هادو هما المكونات ديال العقده ديال اللوز. كنشد في الاول كنطحن اللوز هكاك ناشف يعني بدون سكر. يعني من الاحسن كنطحنو الطحنه الاولى بهذه الطريقه حتى كنطحن كامل ديك الكميه اللي عندي كما كتشوفوا. عاد كنضيف عليها سكر كلاصي، يعني ضروري كنديروا السكر مطحون، حيت الا درنا سكر سنيده كتبقى لنا الحشوه كتغزغز. صافي دابا غادي نرجعها، يعني طحنتها مزيان رجعتها في ديك الطحانه حتى كنحصلوا بحال هاد العجينه كتجمع لنا. دابا غادي نضيف ديك الملعقه ديال العسل، وكنضيف ملعقه صغيره ديال القرفه، ديك الملعقه ديال الاكل الزبده ديال الاكل. صافي وكنعجن هاد الحشوه، عفوا العقده ديال اللوز، يعني كنعجنوها مزيان. عاد غادي نضيف واحد تقريبا هكاك واحد 2 ملاعق ديال ماء الزهر، وكنشوفوا واش غادي نحتاجو ولا صافي. ضروري كنعجنوها مزيان. انا خدات لي تقريبا غير دوك 2 ملاعق ديال ماء الزهر، كنعجنها مزيان. كما كتشوفوا العقده صافي عجنتها مزيان هكا. كما كتشوفوا هنايا درت العقده كنوزنها، اللي بغى يوزن او يدير عينو ميزانو. انا درت هنايا في العقده يعني 20 غرام حجم كبير، اللي بغى يدير حجم صغير يدير 15 او 16 او 18 على حسب كل واحد يدير. صافي هنا بعد ما كملت كامل غادي نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها جانبا، وندوز نوجد معكم العجينه. كنحتاج في هذه العقده يعني نصف كيلو ديال اللوز، 250 غرام من الدقيق، رشه ملح، عندي ملعقه سكر كلاصي، 2 ملاعق ديال زيت المائده، وكاس الا ربع كما شفتوا غير الربع ديال الكاس ديال الزبده المذابه اللي ذوبتها مزيان حتى مشى لي كامل ديك يعني الماء اللي فيها. صافي وكنعجن بماء الزهر. عجينه كتجي رائعه. غادي ندير المكونات اللي ذكرت معكم، غادي نخلط، غادي نبسس هاد المكونات. غادي نبقى نضيف ماء الزهر شويه بشويه حتى كنحصل على واحد العجينه ما تكونش رطبه وما تكونش قاصحه. غادي نجمعها مزيان وانا كنضيف ماء الزهر غير القليل باش ما تجينيش مطلوقه. صافي كما شفتوا هذه هي العجينه. غادي نغطيها وندوز نحضر يعني باش نورقها في ديك الوراقه. كما شفتوا يعني انا قسمت العجينه على 3، وكنستعن بهذه هاد العجانه ديال التوراق، يعني كتساعدنا مزيان. واللي ما عندهاش غير دير بالدلاك، غير ضروري يكون رقيقه تكون العجينه، يعني السمك كيكون رقيق.
بحال ما رققنا العجينه كتكون مزيانه. صافي هنايا غادي نوري لكم، يعني كندير هكا بهذه الطريقه. المهم الصوره راها واضحه. كنخليو من الجوانب، ما كنبلعوش العجينه باش كيخرج لنا كامل داك الهواء اللي كيكون في العجينه. وحنا كنقادو في الكعبه، يعني كنبقاو نضغطو وكنطلعو باش كتجي لنا عاليه. كما قلت لكم الجوانب ما نغلقوش عليهم حتى الاخير باش ما يبقاولناش يعني دايره البواقات. يعني كنقادو فين ما كاينه شي بلاصه كنخرجوا داك الهواء من الجوانب. صافي هنايا دابا عاد كنضغط، كنسد دوك الجوانب وكنقطع هكا بهاد الجراره. دائما كنخلي واحد نصف سنتيمتر عاد كنقطعو. انا غادي نقشها يعني بهذا النقاش. اللي بغى يخليها سامبل يخليها يعني بدون تزيين. انا نقشتها صافي. غادي نعاود معكم وحده اخرى كما كتشوفوا في الصوره. يعني دائما الجوانب كنخليوهم ما نسدوش عليهم حتى كنقادو الكعبه ديالنا. المهم الصوره واضحه. ضروري كنخرجوا كامل داك الهواء. الا خلينا الهواء فيها غادي تجينا ماشي مزيانه في الطياب. واللي ما بغاش يقطعها يعني بديك الجراره ديال الشباكيه يستعن بهذا القطاعه هكا. انايا عندي القطاعه شويه صغيره والكعبه درتها كبيره. نتوما ديروا القطاعه الكبيره باش كديروا كيجي لكم هكا سهله كما كتشوفوا. يعني طريقه عمليه وسهله في نفس الوقت. حنا كنقادو مزيان الكعبه ديالنا بهذه الطريقه. وغادي نقشها بهذا النقاش. اللي بغى يديرها سامبل يديرها عاديه. صافي كنستمر بهذه الطريقه كما كتشوفوا. صافي بعد ما ساليت كامل الكعبه ديالي درتها في الصني وكنتقبها. يعني عندي هنا هاد الابره معقمه كنخليها غير الكعبه. صافي كنتقب ندير 3 ثقب يعني من الاسفل و3 من الجوانب. يمكن ما كتشوفوا الصوره 3 منا و3 منا. يعني باش ما كتنفخناش. وكنخليها يعني في الفرن، يعني بارد الفرن كنغطي عليها وكنخليها تبات ليله كامله. كما كتشوفوا هنا في الصباح ها هي الكعبه ديالي قاصحه يعني متماسكه. صافي هنا غادي ندهنها بزيت المائده وغادي نديرها طيب. يعني ضروري كتخليو الكعبه. انا خليتها باتت ليله كامله عاد غادي نطيبها. واللي بغى يديرها في الصباح يخليها حتى العشيه عاد يطيبها حتى كتيبس لنا مزيان. يعني كتنشف عفوا عاد كنطيبوها. غادي ندخلو الكعبه ديالنا في الفران. الفران كيكون يعني بارد حتى كنحشيو الكعبه ديالنا. عاد كنشعلو الفران ودائما النار تكون يعني متوسطه ما تكونش عاليه النار. نخليو الفرن يعني شويه مفتوح وكنخليو الكعبه طيب باش كطيب لنا مزيان. هنا بعد ما صافي طابت الكعبه اللون ديالها كيبقى ابيض. غادي تبقى واحد 5 دقائق صافي باش نحيدوها. كندهنوها ببياض البيض. غادي باش كنشمعوها ببياض البيض ونرجعوها غير واحد 5 دقائق صافي وكنحيدوها وكيبقى اللون ديالها يعني ابيض. صافي هنا بعد ما حيدتها من الفرن يعني رجعتها غير 5 دقائق وحيدتها. هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي رائعه ولذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تبعوا التفاصيل ديال هاد الكعبه وغادي تجي لكم ناجحه 100%. وغادي نقطع لكم واحده باش تشوفوا الشكل ديالها كي جا من الوسط. يعني كتجي رطبه وهشيشه
كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش ديروا لي لايك الفيديو، واللي ما مشتركش في القناه يضغط على الجرس باش يفعل الجرس ويوصلوا كل جديد القناه ديالي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.